ربغينا التأشيرة من مطار مطار ونديرو المسيرة صافي لافريك نوار. ربغينا التأشيرة من مطار مطار ونديرو المسيرة صافي لافريك نوار. صافي لافريك نوار. نبداو اخبار فريق الرجاء الرياضي لهذا اليوم باول خبر. جماهير الرجاء تحقق رقما قياسيا بمبادرة إنسانية رائعة. انخرطت جماهير فريق الرجاء الرياضي في حملة تبرع بالدم يوم الاثنين 26 يونيو، وذلك بعد إطار عمل خيري. وبلغ عدد المتبرعين بالدم من جماهير الرجوية بالمركز الجهوي لتحاكم الدم بجهة الدار البيضاء ستات ما مجموعه 1002 متبرع. وتأتي هذه المبادرة التي قامت بها جماهير فريق الرجاء الرياضي في إطار عمل خيري في ظل النقص الكبير الذي تعرفه مراكز تحقن الدم. محمد بودريقة وفوزي القجع حاضران في مركب مولاي عبد الله لتشجيع المنتخب الأولمبي. تعرف مباريات المنتخب الوطني الأولمبي حضور العديد من الشخصيات الرياضية البارزة قصد تشجيعهم على التألق في منافسة كأس إفريقيا الأقل من 23 سنة. وشاهدت مباراة المنتخب المغربي أمام نظيره المنتخب الغيني يوم أمس حضور فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية ومحمد بودريقة رئيس فريق الرجاء الرياضي. وتواجد في المنصة الشرفية كذلك العديد من الأسماء الرياضية الأخرى، وأبرزها اللاعب الدولي رومانسيس ومحمد بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل. ويشار أن المباراة الأولى التي جمعت بين المغرب وغينيا عرفت كذلك حضور العديد من الشخصيات وعلى رأسها وليد الركراكي والآخرون. الرجاء الرياضي يفاوض حسنية أكادير للتعاقد مع خليفة حمزة خابة. دخل فريق الرجاء الرياضي في مفاوضات جادة مع حسنية أكادير للتعاقد مع يوسف مهري بداية من فترة الانتقالات الصيفية. ويسعى فريق الرجاء الرياضي لإقناع مسؤولي حسنية أكادير بالتخلي عن خدمة يوسف مهري في ظل الراحل المرتقب حمزة خابة الذي أنهى فترة الإعارة داخل الفريق الأخضر. وتشبت الرجاء بموافقات في انتداب مهري، إلى أن العائق المادي وقف حاجزا أمام الفريقين نظرا للمبلغ المطلوب من إدارة حسنية أكادير قصد تسريح اللاعب. وتعاقد فريق الرجاء الرياضي حتى الآن مع اللاعب عبد الله خفيفي وهاشم دومينغو لاعب مامولودي سانداوس، كما يخطط لضم لاعبين لتقديم الإضافة للفريق. ووعد محمد بودريقة بانتداب أسماء وازنة قبل مشاركة الرجاء في البطولة العربية المقرر بالسعودية بداية من يوم 27 يوليو المقبل. تعديل مفاجئ في توقيت الديربي نصف نهائي كأس العرش. أعلن عبد السلام بولقشور رئيس عصبة الوطني الاحترافي لكرة القدم عن إجراء تعديل يخص توقيت مباراة الرجاء والوداد الرياضيين برسم نصف نهائي كأس العرش. وكشف بولقشور على أن الديربي سيجرى ابتداء من الساعة 6 مساء عود 5 كما كان مبرمجا، وذلك بطلب من السلطات المحلية لمدينة الدار البيضاء، وكذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة المنخفضة. وتحدث بولقشور خلال إحدى خرجاته الإعلامية يوم أمس عن عدة أمور تتعلق بمسابقة كأس العرش في نسختها الجارية، ومنها توقيت المباراة النهائية من المسابقة. يشار أن فريق الرجاء الرياضي سيواجه الغريم التقليدي يوم الأحد 9 يوليو انطلاقا من الساعة 6 مساء على أرضية مركب محمد الخامس مدينة الدار البيضاء. جبريل سيلا خارج أسوار فريق الرجاء الرياضي. تم بشكل رسمي انتقال لاعب الرجاء جبريل سيلا للفريق التنزاني، وحسب التقارير القادمة من تنزانيا فإن نادي عزام نجح في التعاقد مع اللاعب الرجاوي جبريل سيلا وفق عقد ممتد لسنتين. ورفضت جبريل سيلا عرض اللاعب في الدوري المصري رفقة فريق زد مفضل اللاعب في الدوري التنزاني. ولم يلعب سيلا كثيرا مع الرجاء إذ قاد أغلب أوقاته معار الفريق الشباب بالسوالم. ولعب المهاجم الغامبي في الموسم الحالي ما يقارب عن 25 مباراة في البطولة، سجل فيها 7 أهداف ومرر 4 تمريرات حاسمة. وتبلغ القيمة التسويقية لسيلا في سوق الانتقالات ما يصل إلى 350 ألف أورو. وينتهي عقد سيلا مع الرجاء في يونيو من عام 2025 بعدما انتدب الفريق الأخضر في غشت من عام 2022.
2 المليار سنتيم تعرقل الانتدابات الرجاء. بات فريق الرجاء الرياضي مجبرا على دفع قرب مليار سنتيم لرفع عقوبة المنع من الانتدابات. ويسعى محمد بودريقة الرئيس الحالي للنسور الخضر لإيجاد حلول ودية مع الأطراف المتنازعة مع الفريق الأخضر بعدما تعذر على إدارة النادي في الوقت السابق دفع الديون المتراكمة عليه. ويفاوض بودريقة بعض اللاعبين لتسهيل عملية دفع مستحقاتهم على شكل أقساط وفق تواريخ معنية قصد التنازل وفسح المجال أمام الفريق الأخضر من أجل تأهيل اللاعبين الذي تعاقد معهم قبل أيام. ومنع الاتحاد الدولي لكرة القدم 9 أندية مغربية من الانتدابات. ويتعلق الأمر بكل من الدفاع الحسنية الجديدي وحسنية أكادير والمغرب التطواني ومولودية وجدة والرجاء الرياضي ونهضة بركان والشباب المحمدية اتحاد توارقة ثم المغرب الفاسي.